ماذا لو جوزِك اتجوّز عليكِ؟ آآ طبعًا في ستات كتير أوي لمّا قُلت ماذا لو جوزِك خانِك، لأ هم حسّسوني إن جوزها اتجوّز عليها دي أكبر، بالنسبة ليّا أنا جوزِك لو اتجوّز عليكِ أقل من إنه يخونِك، لأن جوزِك الخاين هو شخص بيخون ربنا وبيخون نَفْسه وبيخون دينه وما عندوش لا دين ولا أخلاق وبيعمل حاجة كبيرة من الكبائر. إنما أنتِ لو جوزِك اتجوّز عليكِ هو عمل حاجة مش حرام. لكن أنتِ مش مستحملة، دي بقى نتكلم فيها. عندنا نوعين من الأزواج اللي جوزِك هيتجوّز عليكِ، في 2 نوع. النوع الأولاني الزوج القليل الأدب، اللي هو أنا هاتجوّز عليكِ واضربي راسِك في الحيطة وبقى مش بيبعت لِك فلوس وراح للست التانية وبيهينِك ولو اتكلمتِ يدّيكِ على وشِّك، ده كده سيبيه، ما تقوليش معييش فلوس والنبي، لأن ربنا سبحانه وتعالى في آيات الطلاق طمّنِك وقال لِك إنه بيرزق كل من فضله. طب ليه ربنا حلل الطلاق لو مش هتطلقي وانت مهانه؟ وانا عندي يقين ان الست المهانه هي اللي اهانت نفسها، هي اللي ادت فرصه للطرف الاخر ان هو يهينها. خلاص اديتي له الفرصه واتعود على اهانتك وكان لكن كمان هيتجوز عليكي وهيسيبك. انا رايي ان انت كده سيبيه، ده يتساب. أما الزوج المحترم اللي بيصرف على بيته، اللي بيحبِّك من قلبه، اللي كل حاجة تمام وأنتِ اتفاجئتِ إن هو اتجوّز عليكِ أو قال لِك إنه هيتجوّز عليكِ، هنا لا أنا واقفة. عايزة أقول إن بلاش تخربي بيتِك، هتقولي مش مستحملة، هتقولي مش قادرة، أنا باقول الحاجة المثالية، ممكن تكوني قادرة تعمليها وممكن تكوني مش قادرة تعمليها. في نماذج كتير جدًا في الحياة لزوج متجوّز واحدة و2، وطبعًا كلنا عارفين نموذج شهير جدًا معروف، بلاش أجيب سيرة حد يعني، فنانة مشهورة وبتحترم جدًا زوجها وهو متجوّز عليها وكده وحياتها زي الفل وهي مثال جميل جدًا. أولًا ما تعتبريش إن ده إهانة ليكِ. أنا باقول بقى إن هو زوج بيحبِّك وبيعاملِك كويس وكل حاجة، فلا تعتبريها إهانة ليكِ أو عدم ثقة في نفسِك، لإنِّك أنتِ ممكن يكون بيحبِّك أكتر من اللي اتجوّزها التانية، ولكن هو ده الحال، إن هو الراجل للأسف ممكن قلبه قلب بطيخة، ممكن يسعاه واحدة و2 و3، فالراجل بدل ما يعرف واحدة بطريقة غلط راح اتجوّز عليكِ وده حلال. هو مش بيكرهِك أو أنتِ السبب أو في تقصير منِّك أو أي حاجة، لا تبكي، ما تعيطيش، ما تزعليش، ما تعمليش، اشتغلي بقى على نفسِك. السعادة والحياة فيها items كتير أهمهم ولادِك، مش السعادة مش راجل، السعادة مش راجل، ليه أنتِ مخلية الراجل اللي أنتِ متجوزاه ده محور الكون؟ هو مش محور الكون خالص. أنتِ دلوقتي ظروفِك المادية عندِك عيال وعندِك كذا وعندِك كذا، تقبّلي الوضع وعيشي وبكرامتِك ومناخيرِك في السما وأنتِ ما عملتيش حاجة غلط وأنتِ ما قصّرتيش، واستمري زي ما أنتِ وقولي له ده شرع ربنا وحلال وما فيش مشكلة، بس اعدل بيننا. وأنتِ نفسيًا بقى تعالي لي علشان أخلّيكِ تتقبّلي هذا الوضع، لإنه وضع مش سهل، بس ممكن يكون جدًا سهل. لو نفّذتِ steps معيّنة، اشتغلتِ على نَفْسِك، فضّلتِ نَفْسِك، حبّيتِ نَفْسِك، حبّيتِ بيتِك، حبّيتِ ولادِك، بالعكس أنتِ تتشرّطي بقى وتقعدي وتاخدي مزايا نظرًا لإنِّك أنتِ تقبّلتِ هذا الوضع. و يعني ما تقوليش أبدًا كرامتي بيقول للتانية كذا، بيحب التانية كذا، عادي خالص، هو بيحبِّك وبيحبها. وممكن جدًا يرجع لِك تاني أو حتى ما يرجعلكيش تاني. أنا باحب جدًا نموذج الحاج متولي، الراجل المحترم اللي اتجوّز 4 وعَدَل بينهم وضبّط حياتهم كلّهم وكان بيحب دي. إذا جوزِك من هذا النوع راجل محترم ما تسيبيهوش علشان اتجوّز. ولو عايزة أي استشارة إنِّك إزاي تتقبّلي الوضع وتشتغلي على نَفْسِك، برضه دوسي على اللينك اللي تحت الفيديو واحجزي الجلسة.